منورني ومشرفني يا غالي الله علينا. يخليك متولي. بسم الله. بسم الله كثير. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. متولي، حياة النبي شيل الصورة ديت او اقلبها واحرقوها. نخف ايدينا بقى يا عم غندي وبلاش الهزار التقيل ده. خلاص عورت الراجل في ماتش، والماتش التاني لحقنا في ربع ساعه، لحقنا بجون، فخلاص اللي ما يعرفك يجهلك يابا، وخلاص نفض الموضوع ده سيره وابعد عن الراجل بقى شويه. مالك يابا؟ اهو مين يابا؟ يابا عايز تستنطق؟ كل واحد يابا التلفزيون على الصف يابا. يا ايه ده يا امسكي يابا التلفزيون يا واد، ما تخافيش يا واد التلفزيون. ايه الراجل عمال يجي لك كده اديله كده، ما تبعدوا عننا بقى. سويتوا الجشة اهلا وسهلا بيكم، والحلقه بقى الجزء الثاني من تحضيرات الاسبوع ال16 اللي قبل التوقف بتاع كاس العالم. قبل ما نتكلم في اي حاجه انزل دلوقتي بعد اذنك حالا بالا انزل ارزع لنا اللايك، اشترك معانا في القناه. حالا بالا دي بتاعت ممدوح نصر الله، انا عارف جت على لساني من كتر ما بتفرج عليه. انزل حط اللايك، اشترك معانا في القناه، فعل جرس تنبيهاتك، وتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام. وما تنسوش اللي ما شافش الحلقه الاولى بتاعه التحضيرات هتلاقيها في الاي فوق، انزل بص عليها عشان ضروريه جدا قبل الحلقه دي كمان تشوف دي ودي بعديها، تلضم الاثنين مع بعض وتعرف ان شاء الله تدخل الجوله ال16 وانت مرتاح. ويلا بينا بقى ندخل في حلقتنا. نبدأ بقى مع ماتشات الجولة، وهعرض لك دلوقتي كل ماتشات الجولة. الماتشات هتبدأ معانا يوم السبت عادي طبيعي، سبت وحد الماتشات هتتلعب. في حفلة يوم السبت هتكون الماتشات هتبدأ الساعة 2:30 بتوقيت مصر، والديدلاين هيكون الساعة 1 كالعادة، مفيش أي تغيير في المواعيد. نبدأ مع أول ماتش، واللي ربنا يستر هيكون هو ماتش برضو السيتي وبرينفورد. أول ماتش اللي هيتلعب هيكون في ملعب الاتحاد. طبعا خلينا كده نقول إن الهيستوري السنة اللي فاتت بتاع برينفورد قدام السيتي مش حلو، يعني خسروا في ارضهم 1-0 وخسروا في الاتحاد 2-0، فما بيجيبوش اجوان. فاللي عنده توني اقلق شويه من الحته دي، يعني ريسكايه. خلي بالك موضوع توني هيبقى ريسكايه، بس وارد جدا السيتي بيدخل زي ما قلنا قبل كده، السيتي بيدخل فيها اجوان عادي. طبعا من ناحيه السيتي احنا بنتكلم بقى ستاندرد خلاص، بنتكلم دي بروين، بنتكلم هالاند، بنتكلم فودن، بنتكلم كانسيلو، وعلى حسب بقى انت عندك مين في فرقتك من الثلاثه دول، بس ماست هاف الثلاثه دول من فرقتك من ناحيه السيتي. حته ريسكيه بقى كده خدها وممكن تظبط معاك. ويزا من برينفورد دي حته كده ممكن تبقى ريسكايه من ناحيه برينفورد. ده بالنسبه لاول ماتش معانا. نيجي بقى على الماتش اللي بعد كده معانا، بنتكلم على بورنموث وعلى ايفرتون. ايفرتون عندك بيكفورد مميز جدا، تقدر ان انت تروح معاه لو انت عندك بيكفورد لعبوا الماتش ده، هو مميز جدا، حتى لو راح منه كلين شيت بيقدر يطلع بكميه سيفز مش طبيعيه. ده بالنسبه لايفرتون. ناحيه قدام ما فيش حد اقدر اقول لك عليه الا اللهم جوردان، بس غير كده ما فيش خلاص من ايفرتون. الناحيه الثانيه بقى بورنموث، سولانكي شغال، عندك اللي هو اللعيب الجديد ده اللي هو اسمه ترافينير تقريبا برضو شغال. دول الناس اللي انت ممكن تبص عليهم في بورنموث، مفيش تقريبا حد ممكن نتكلم عليه تاني في الماتش ده. ندخل بقى على الماتش اللي بعد كده، ليفربول وساوثهامبتون. الفرقتين دفاعيين، الاثنين ضايعين حرفيا. ليفربول فرقه دفاعيه ما بقتش قويه تماما بالمره، ولا حتى اللعيبه بتاعتهم ان كان ارنولد ولا روبرتسون بيطلعوا بمساهمات هجوميه. فانت في الماتش ده زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات، انت بتتكلم على صلاح وبتتكلم على نونيز. صلاح المضمون، نونيز الريسك. عندك اليسون الماتش ده لعبه، غير كده مفيش حد نتكلم عليه من ساوثهامبتون. نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، انا بتوقع الماتش ده تخيشه بنت لذينه لزاها. الناس اللي هتتعشم في زاها، لا زاها هيجيبك الارض ومش هيعمل لك اي حاجه، فانسى موضوع زاها من ناحيه كريستال بالاس. على الناحيه الثانيه بتوقع نوتنجهام فورست الماتش ده تكسبه وبكلين شيت على ارضها قويه. فممكن اقول لك الماتش ده ركز مع نيكو ويليامز وركز مع هندرسون في حراسه المرمى. ماتش بقى توتنهام وليدز، الاثنين دفاعاتهم سيئه والاثنين عارفين ان دفاعاتهم سيئه، فهيكون الرهان كله على الهجوم. من ناحيه توتنهام اقدر اقول لك ان كين المضمون، والريسك اللي شبه مضمون بكلمك على كولوزوفسكي، مؤثر جدا وشفناه الماتش اللي فات اول ما نزل قدر ان هو يعمل اسيست لهاري كين. فكولوزوفسكي ريسكايه حلوه ان انت تفكر فيها. على الناحيه الثانيه ليدز طبعا رودريجو هو المضمون، والريسكايه الحلوه قوي اللي شغاله بقالها فتره حلوه قوي سامرفيل، برضو عينك عليه وهنتكلم عليه قدام شويه. وست هام وليستر، احنا هنا بنتكلم على ماديسون وبارنز من ليستر سيتي، وضيف معاهم بقى جديده دي شويه بس ضيف عليهم وورد. خلاص هقول لك ايه، الراجل بيطلع بكلين شيت اكتر من اي حد في الدوري الانجليزي، تقدر تضيف وورد الماتش ده. على ناحيه وست هام سعيد بالرحمه، هل هيكمل في المستوى بتاعه والاجوان اللي بيجيبها، ولا هي الفرقه مش مساعداه فهي بتخطف كده معاه شوطه بتظبط، غير كده
ما بيعملش، تقدر ان انت تبص على 90 بالرحمه، ممكن تبقى ريسكايه حلو. ونيجي بقى مع ماتش يعتبر ماتش قمه من قمم الاسبوع ال16، وانا هنا بكلمك على نيوكاسل وتشيلسي. نيوكاسل خلاص الموضوع محفوظ، تريبيير، عندك بوب، عندك الميرون، عندك ويلسون، دول اللوكشه الحلوه بتاعه نيوكاسل اللي هتعمل الجلاشه مع تشيلسي. على الناحيه الثانيه تشيلسي زي ما اتكلمنا قبل كده فريق مبهم تماما، مش باين له ملامح، مش باين له مين اللعيبه اللي ممكن نراهن عليها فيها، فابعد عنها وريح نفسك من الفيلم ده. نيجي بقى على الماتش اللي بعد كده، ماتش وولفز وارسنال. بنتكلم على متصدر الدوري مع فرقه اول مره الاسبوع اللي فات تجيب جونين من اول السيزون. تخيل وولفز من بدايه الاسبوع الاول للاسبوع ال15 هو الاسبوع ال15 اللي قدروا ان هم يجيبوا فيهم جونين في ماتش واحد، فده يبين لك قد ايه الفرقه ضعيفه هجوميا. ومن الاخر يعني اللي هيراهن مثلا على نيفيز او جيديز اعتقد رهانك خسران. اما من ناحيه ارسنال عندك بقى في الدفاع عندك جابرييل، عندك صليبه، عندك كمان وايت. الناحيه الثانيه بقى هناك عندك مارتينيلي، عندك ساكا، عندك شاكا، عندك اوديجارد. طبعا ما ذكرتلكش خيسوس لان للاسف ارقامه الفتره الاخيره بتبين ان هو ما بقاش اللعيب الحاسم في تسجيل الاهداف. نيجي بقى مع الماتش اللي بعد كده، برايتون واستون فيلا. ناحيه برايتون مش هقول لك بقى روح على سانشيز، لان للاسف برايتون الفتره الاخيره ما بقتش الفرقه القويه اللي بتقدر تطلع بكلين شيت، فمش محتاجين لا دانك ولا فيلتمان ولا سانشيز حاليا، بس زي ما احنا مركزين مع تروسارد اللي هو اوريدي مع ناس كتير، والريسكايا جروس اللي ظبطت الاسبوع اللي فات وقدر ان هو فعلا يجيب الجون. ده من ناحيه برايتون. على الناحيه الثانيه بقى لما تتكلم في استون فيلا، لو يوناي امري عمل الشغل اللي هو ظهر الماتش اللي فات ما كانتش صدفه، وانا يعني بنسبه 70% انا متاكد انه ما كانتش صدفه، كان في فعلا خطط في الملعب مش مجرد نتيجه ماتش كسبوه خلاص. فتقدر بقى تركز على مفاتيح اللعب بتاعت استون فيلا اللي بان الاعتماد كله عليهم الماتش اللي فات. بنتكلم بقى على بيلي، بنتكلم على واتكنز، وبنتكلم على رمزي، واميزهم رمزي. نيجي بقى مع الماتش اللي بعد كده واخر ماتش معانا في الجوله، هو ماتش فولهام واليونايتد. من الاخر متروفيتش اول ما تسمع في المؤتمرات الصحفيه انه جاهز وعندك فرقته تلعبه اساسي وانت مرتاح، لان متروفيتش ذكي جدا وهيروح دايركت على مارتينيز، هيرمي نفسه ناحيته عشان يستغل فرق الطول ويقدر ان هو يعمل شغل عليه. ده من ناحيه متروفيتش. وطبعا ما ينفعش ان احنا نغفل اندرياس بيريرا والشغل اللي عامله حلو قوي الفتره الاخيره. ده بالنسبه لفولهام. اما تيجي نروح بقى الناحيه الثانيه على اليونايتد، في حته بقى ريسكايه بجد. وجراناتشو بتاع اليونايتد اللي بيلعب ناحيه الشمال فعلا فرهود، ووارد جدا ان هو يعمل حاجه الماتش ده ما كانش الماتش ده، فاعتقد ان هو الفترات اللي جايه هيبقى مؤثر جدا وهيعمل انفجاره قويه جدا مع اليونايتد. ده ريسكايه. عايز المضمون في اليونايتد فهو عندك راشفورد. خلصنا ماتشات الجوله، تعالوا بقى ندخل سريعا على اللي عليه العين. النهارده بقى فقره اللي عليه العين هنطلع روح الديفرنشال كده شويه من جوانا. حابين نبقى ديفرنشال الاسبوع ده، خصوصا ان الاسبوع ده مميز جدا بالنسبه لنا، ان انت اللعيب اللي هتجيبه ريسكايه وديفرنشال انت مش هتلبس فيه الاسابيع اللي جايه، انت غصب عنك مضطر، مفيش مجال خلاص. بعد الاسبوع ال16 في وايلد كارد لازم كده كده هيتلعب، لانه قبل الجوله ال17 مع الديدلاين الجوله ال17 هيروح عليك. فكده كده فتره كاس العالم معانا وايلد كارد نقدر نغير فيها الفرقه بتاعتنا كلها، والاسعار هتكون ثابته مع نهايه الاسبوع ال16. يعني ما عندكش اي حاجه تخسرها. لو انت عايز تبقى ريسكي وديفرنشال في لعيب مش هتخسر حاجه، هو اخره هيلعب معاك الجوله دي، ولو ما عملكش حاجه تقدر تخلص منه في الوايلد كارد وانت مرتاح. فاحنا جايين النهارده بقى نتكلم معاك على شويه لعيبه العين مش كتير عليهم، سعرهم قليل ونسبه امتلاكهم قليله قوي. اول لعيب بقى معانا في الديفرنشال اللي بنتكلم عليهم هيكون ويزا من برينفورد. ويزا بيلعب نص ملعب، سعره 5.4. ويزا السنه اللي فاتت كان متالق جدا مع برينفورد، وكان سبب من اسباب المركز الكويس جدا اللي عملته برينفورد السنه اللي فاتت. والسنه دي كمان في بدايه الدوري كان شغال حلو قوي، وجات عليه فتره كده دروب فيها ما رجعش مستواه، بس شفناه الجوله اللي فاتت قدر ان هو يجيب جون ويعمل اسيست. فويزا حته ريسكيه جدا قدام السيتي، خصوصا ان احنا عارفين ان السيتي مش الدفاع القوي. ونيجي مع تاني لاعب معانا برضه هيكون ديفرنشال، وانا هنا بكلمك على ماركوس تافرنير لاعب خط وسط بورنموث، سعره 4.9. اللعيب الماتشين اللي فاتوا قدر ان هو يجيب جون ويعمل 3 اسيستات، ريكورد حلو جدا اللي في لاعب بيلعب في بورنموث. نسبه امتلاكه 0.2 زيه زي ويزا من برايتون، نسبه امتلاكه 0.2 زيه زي ويزا من برينفورد اللي لسه متكلمين عليه. والماتش اللي جاي بتاعه قدام ايفرتون، يعني وارد جدا يكمل الاداء الكويس بتاعه. ثالث لعيب معانا بقى هو سامرفيل. كلكم بقيتوا سامعين الاسم ده لما بتتفرجوا على اي ماتش الليدز. سامرفيل اخر 3 جولات جايب 3 تجوان وعامل اسيست، يعني 4 مساهمات هجوميه للاعب خط وسط. سعره 4.4، نسبة امتلاكه 0.5%. الماتش اللي جاي كمان بتاعه هيكون قدام توتنهام.
واحد من اسوأ الدفاعات الفتره الاخيره في الدوري الانجليزي، فوارد جدا ان هو يكمل التالق بتاعه. ونيجي بقى مع رابع ديفرنشال معانا، وانا بكلمك على جاكوب رامزي من استون فيلا. مع يوناي امري شكله هيتحول. الاسبوع اللي فات شفناه جاب جون وعمل اسيستين وجاب جون في نفسه فوق البيعه كده. الراجل بص يشوف شبكه دماغه بتتعب. سعره 5.2، نسبه امتلاكه 0.9. الماتش اللي جاي بتاعه قدام برايتون اللي مش احسن حال دلوقتي في الدفاع بتاعها، فاوبشن ديفرنشال حلو ان انت تفكر فيه. ونيجي بقى على اخر لعيب عليه العين في الديفرنشال، وانا هنا بكلمك على الجناح الشمالي الاساسي بتاع اليونايتد جارناتشو. سعره 4.2 او 4.3، يعني سعر ببلاش. انت بتتكلم على جناح اليونايتد 4.3، لعب ماتشين الدوري الاوروبي، لعب الماتش اللي فات قدام استون فيلا ومارتينيز شال منه كتير قوي، نسبه امتلاكه اقل من 0.5%. فانت بتتكلم على لعيب لا غنى ان انت ممكن تفكر فيه كديفرنشال حلو قوي، ممكن يفرق لك ترتيبك جامد. اخر لاعب بقى معانا في اللي عليه العين هو بص، هو مش ديفرنشال ومش سعره رخيص، بس هو حاليا بقى ديفرنشال. انا هنا بكلمك على كولوزوفسكي، بلاش الالغاز اللي انا قاعد اعملها دي. كولوزوفسكي سعره 8 مليون. كولوزوفسكي طبعا قبل الاصابه كلنا كنا عارفين كولوزوفسكي ومين كولوزوفسكي وكميه النقط اللي جابها لنا كولوزوفسكي. اول ما نزل الماتش اللي فات قدام ليفربول قلب الماتش حرفيا، واول لمسه ليه باسيست لهاري كين. كولوزوفسكي لعيب ما ينفعش ان انت ما تفكرش فيه لو بتفكر في الديفرنشال. هي مشكلته الوحيده بس لو انت بتتكلم في ديفرنشال سعره، خصوصا الماتش اللي جاي بتاعه قدام ليدز، فما ينفعش ان انت تغفل عينك عنه، وانا كان لازم ان انا اجيبه لك في اللي عليه العين. تعال بقى ندخل مع فقرة خازوق الجولة ونجم الجولة. خازوق الجولة احنا متوقعين وبلا جدال وبالإجماع في الصفحة عندنا ان خازوق الجولة هيكون هو الميرون، بعد ما كل الناس تقريبا خلاص مش باقي اللي انا تقريبا اللي ما جبتوش، فهو هيكون خازوق الجولة. ده طبعا تمني مني لكل الناس اللي عندها الميرون عشان افرق انا شوية. اما بقى بنتكلم على نجم الجولة، فنجم الجولة توقعنا الشخصي برضو هيكون كلوزوفسكي من توتنهام. ونيجي بقى مع فقرة الكابتنة، ونبدأ مع الكابتنة المضمونة، وبما انه رجع بالسلامة فلازم يتصدر هالاند الكابتنة المضمونة كالعادة. هالاند هيلعب قدام برينفورد، وطبعا صلاح قدام ساوثهامبتون، وكمان هاري كين قدام ليدز. ده بالنسبة للكابتنة المضمونة. نيجي بقى مع الكابتنة الريسكي. الكابتنة الريسكي هيكون كومبو من ارسنال. انا بكلمك على ساكا ومارتينيلي الاثنين اللي قدام وولفز الماتش بتاعهم. بكلمك كمان على الميرون قدام تشيلسي. هتقول لي انت قلت خازوق الجولة، هقول لك بس ما ينفعش اغفله في الكابتنة الريسكي. توقعي الشخصي انه خازوق، لكن ما ينفعش ان انا ما احطهولكش في الكابتنة. برضو بكلمك على ميدروفيتش قدام اليونايتد. دي كده هتكون الكابتنة الريسكي. ازود لك بقى كمان 2 لعيبه على الكابتنة الريسكي، جروس قدام استون فيلا وماديسون قدام وست هام. دي كده تكون الكابتنة الريسكي. عايز بقى الكابتنة الديفرنشال الاوت اوف ذا بوكس اللي هي ممكن تقلب لك الموازين، انا هنا بكلمك على سمرفيل من ليدز يونايتد. وبكده نكون خلاص وصلنا لنهايه الحلقه، الجزء الثاني من تحضيرات الاسبوع ال16. اتمنى ان انت تكون الحلقه نالت اعجابك. لو ما شفتش الحلقه بتاعت الجزء الاول هتلاقيها موجوده، انزل روح على البلاي ليست هتلاقيها موجوده، وهحطها لك في اخر الفيديو هتظهر لك، تقدر ان انت برضو تروح عليها. عجبك الفيديو اتمنى ان انت تحط لنا اللايك بتاعك وتشارك الفيديو بقى وتعمل له شير، وتشترك معانا في القناه لو اول مره تتفرج علينا، وتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. تصبحوا على خير.